ازيكم يا احلى بنات وامهات في الدنيا كلها، يا رب تكونوا بخير وحب وفرح قلب. جالي بقى كده يا بنات اسئله يا مرمر، عايزين تعملي لنا فيديو عن التوفير. طيب يلا بقى يا ست البنات ويا ست الكل، جيبي لك بقى مشروب كده وتعالي بقى عشان هتكلم كلام من القلب هيخش القلب. بصي بقى يا ست البنات، انا بالنسبه لفيديوهات التوفير هي موجوده كتيره قوي، بس انا ليا وجهه نظر في الموضوع ده يا بنات. بصوا بقى، موضوع التوفير ده احنا يعني طلعنا اصلا يعني انا مش شايفه فيه حاجه جديده، لان امهاتنا واجدادنا يعني متربيين على التوفير، وشفنا امهاتنا كانت بتوفر ازاي. يعني اصل انا هقول لكم على حاجه، شيء طبيعي اي اي بنوته بتبقى محتاجه حاجه خاصه بيها، غير بقى الاكل البيت والشرب والحياه اللي هي العاديه بقى بتاعت البيت اللي ماشيه بمصاريف البيت. هي عايزه مثلا طموحها تجيب سجاده، بنوته حلوه كده طموحها تجيب قلم روج، ماما الحلوه كده نفسها تغير الحلق بتاعها، نفسها تزود خاتم. كل ده امهاتنا يعني كانت بتعمله، يعني مفيش حاجه جديده. مش شايفه افتكاسه في الموضوع في فيديوهات التوفير. وبعدين برضو انا ليا وجهه نظر ان يعني كل بيت ليه مصروفه وليه دخله. يعني مش انا ممكن اعمل فيديو ما يناسبش فئه معينه، لان زي ما انا قلت لكم كل بيت ليه الدخل بتاعه، ليه مصروفه، ليه وضعه في المصاريف. فهي مش يعني مش موضوع فيديوهات. وانا شايفه برضو موضوع التوفير ده مش جديد. زمان امهاتنا كانت بتحوش القرش على القرش، عشان نفسها ماما تجيب غوشه بتجيب غوشه، بس نفسها تغير الحلق بتغير الحلق. بابا عايز يغير العربيه او يكبر العربيه، يلا نخش جمعيه. كل ده ما هو جاي منين؟ جاي من التوفير. يعني جاي امهاتنا كانوا يعني ناصحين وما زالوا ناصحين، يعني ناصحين جدا وشطار جدا. حتى في يعني فكره التوفير في الاكل وفي الشرب، يعني كتير قوي. هاتي الفرخه وكبيره شويه 2 كيلو عشان تطلعي منها البانيه وتقطعيها والدبوس في ناحيه والناحيه التانيه في ناحيه، والفرخه تبقى 8 قطع، والقوانص تحوشيها كل ده ايه الجديد فيه يا بنات؟ ايه الجديد فيه؟ ما امهاتنا كانت يعني بتعمل كده وما زالت بتعمل كده. يعني امهاتنا كانت بتعمل كده وما زال الامهات اللي موجوده ربنا يخليهم بيعملوا كده. طب يعني انا ماما كانت بشوفها يعني ازاي بتوفر في البيت، ازاي بتوفر في البيت. فايه الجديد برضو؟ يعني فكره ان مثلا ايه، ان انا اكثر يومين في الاسبوع اكل اكلات شعبيه، الكشري مسقعه شويه بطاطس محمرين مع فول بطماطم مع موجود برضو، ده كان موجود. ايه الجديد برضو؟ انا مش شايفه يا بنات في حاجه جديده في يعني فيديوهات التوفير كترت قوي بس ما فيش اضافه. يعني انا مش شايفه يعني مش شايفه دي حاجه جديده او افتكاسه جديده، لان فعلا امهاتنا وبناتنا الناصحين كانوا بيعملوا كده. يعني انا اقول لكم على حاجه يا بنات، احنا كنا يعني لما كنت انا في المدرسه كان في جمعيات بتتعمل. فكره الجمعيه اللي هي بتتقبض كل 10 ايام، يعني عارفينها؟ في بقى ايه جمعيه مثلا بجنيه، كل 10 ايام تاخدي 30 جنيه. ياه، يعني بتبقى يعني الفكره دي بتبقى جميله قوي قوي قوي، والبنات كانت بتخشها وكمان بيقعدوا بقى يكرروا الجمعيه وبيخلوها خفيف خفيف. فكره كل 10 ايام عشان اللي عايزه حاجه تقدر تشتريها. ده حتى البنات في المدارس كانوا بيعملوها عشان اللي عايزه حاجه تقدر تشتريها. ايش بالكم بقى امهاتنا الناصحين الواعيين الطاعمين. يعني فاكرين يا بنات الحصاله؟ امهاتنا كان زمان كانوا بيجيبوا حصالات كبيره كده. الحصاله دي اللي هي كانت بتبقى عامله زي الصفيح دي، اللي هي بتبقى مربى كده، وبيستثمروها بعد كده وبيغلفوها كده ويفتحوا فتحه من فوق كده وبتبقى كبيره كده. لو انتوا فاكرينها، فاكرين الحصالات دي؟ كان كل اخوات بقى مع بعضينا في البيت، كان كل حد بيجيب حصاله
والامهاتنا عشان الام عشان تشجع الاولاد تروح تجيب برضو هي حصاله، وايه نقعد نحوش في الحصاله دي عشان نفتحها على اخر الشهر نشوف الحصاله دي فيها قد ايه، ونشوف مين بقى الشاطر واكتر حد حوش. يعني فكره الاستثمار في الفلوس او التحويش ده يعني سواء امهاتنا او بناتنا او اولادنا الصغيرين كانوا بيعملوها، والاولاد كانت بتعملها. يعني نصيحه من الامهات، ما تصرفش مصروفك كله، حوش منه حاجه عشان لما العيد يخش تقدر تجيب حاجات كتيره ونقدر نزود لك، عشان لو انت محتاج حاجه، محتاج بقى مقلبه نفسك فيها، محتاج حاجه نفسك فيها تقدر تجيبها. مش شايفه فيها اي افتكاسه او اي. برضو البيت، فكره المشتريات بتاعت البيت والسوبر ماركت، ابص الاقي كل واحده جايبه لها كيسين مكرونه، بصوا اصل انا اعملي كذا المكرونه عشان وفري منها كذا، والرز خدي منه ايه يعني. طب ما هو طبيعي يعني، ايه الافتكاسه؟ ما هو طبيعي كل بيت عارف هيعاير بكوبايه الرز، وعارف امكانياته ايه، وهياخد قد ايه، وهيوفر قد ايه. الفكره يعني مش جديده، انا مش شايفاها فكره جديده عشان اطلع اعمل بيها فيديو. يعني مش فكره جديده. انا عارفه مثلا ايه، طب انا النهارده عندي اكل، من امبارح كنت عامله اكل، فاض اكل، فاض شويه مثلا خضار، طيب هقوم بقى احييهم بكده بشويه ايه، رز مفلفلين وشويه سلطه، وكده وفرت يوم ما عملتش اكل. يبقى اليوم ده فلوسه اروح احطها في الحصاله. تمام. برضو يعني ايه الجديد؟ ما احنا كلنا بنعمل كده، كلنا بنعمل كده، وكل بيت بقى حسب يعني امكانياته وحسب لوازمه ايه بيتعامل. لان يعني كلنا بيبقى نفسنا نشتري حاجات لنفسنا، نزود. ماما نفسها تجيب سجاده حلوه عايزه توفر، نفسها تزود الحلق، نفسها تزود الغوشه، نفسها في حاجه لنفسها، فطبيعي هتوفر. مفيش حاجه جديده. انا بقى جايه اقول لكم على الجديد اللي المفروض نعمله. تعالي بقى يا ست البنات اقول لك ايه الجديد اللي المفروض نعمله. تعالي يا ست الكل اقول لك ايه المفروض ان نعمله. بصوا بقى، مع التوفير احنا نفكر. يعني احنا قلنا اوريدي طبيعي اي حد، ما فكره التوفير دي موجوده، كل حد حسب بيته ماشي ازاي، امكانياته ماشيه ازاي، مرتبه ماشي ازاي، بيوفر. تمام. الجديد بقى، انا نفسي كل كل بنوته عندها موهبه حلوه تنميها. يعني انا اعرف امهات كتيره بيحبوا قوي يعملوا الكروشيه والتروكو، وفي قنوات تعليميه بتعلم الحاجات دي. لو انت مثلا عارفه حاجات بسيطه فيها، ممكن القنوات دي تفتحيها وتشوفي وتتعلمي منها وتاخدي منها خبره، ومنها تقدري تشتغلي في بيتك، وتقدري يعني تتعاملي مع الحاجات دي وتبيعيها وتكسبي، ويبقى دخل اضافي ليكي. يعني انا شايفه دي حاجات. تعالوا ندور على الحاجه العمليه ان نقدر بيها نزود دخل. التوفير ده احنا متفقين ان من زمان ومن قديم الزمان كلنا بنفكر فيه وشغالين عليه، مش افتكاسه ولا حاجه جديده. بنوته حلوه كده بتعرف تعمل انسيالات بالترتر، بالخرز. يعني انا ما شاء الله بنت اختي اسمها مريم ميلاد، شطاره في الحاجات دي، شطاره. بوسه من خالته يا مريم. يعني بتعمل انسيالات، بتعمل كليهات، بتعمل حلقان، بسم الله ما شاء الله عليها. فانا نفسي البنات اللي تقدر تتعلم الحاجات دي تتعلمها باستفاضه كده. ويا سلام بقى لو عملت لها جروب، عملت لها صفحه، استثمرتها برضو، باعت لاصحابها لزمايلها باسعار رمزيه كده، ما اقولكيش بقى. يعني بيبقى مشروع جميل قوي للبنانيت الصغيره، للبنانيت الكبار، لامهاتنا حتى. ادي يعني نحاول ندور على افكار نزود بيها دخلنا، يعني نزود بيها دخلنا.
لان فعلا الحياه محتاجه سعي، محتاجه سعي. يعني انا دلوقتي مثلا لو ابني بياكل ورك الفرخه سليم، هديله دبوس ازاي؟ هو حابب الورك سليم. خلينا يعني عمليين شويه يا جماعه، خلينا عمليين شويه. احنا محتاجين يعني نزود دخلنا. امهاتنا الامارات العسلات، ممكن ام تقول ايه، طب انا يا ماري مش ماليش في التركيه ولا الكروشيه ولا الحاجات اللي بتقولي عليها دي. حلو، الامهات الجمال كده البساط العسلات دول اللي هم يعني ربات البيوت كده، هقول لك تعملي ايه. ممكن تستثمري في الطيور. ايوه، تجيبي مثلا كتاكيت صغيرة وتكبريها وتستثمري فيها، تجيبي طيور وتستثمري فيها وانت قاعدة معززة مكرمة في بيتك، تقدري برضو تدخلي دخل. دي برضو فكرة من الأفكار. الأفكار كتيرة قوي يا بنات. في برضو أمهات حبايبنا وبنانيت بيعملوا أكلات، بيعملوا أكلات في البيت يعني وبيطلعوها أوردرات، بيها برضو يقدروا يستثمروا دخلهم ويزودوا دخلهم. في افكار كتيره قوي قوي. كل حد بس هي محتاجه ان فعلا كل واحده، كل بنت، كل ام عندها موهبه في حاجه تحاول تنميها، ما تكسلش عليها، تنميها. ودلوقتي في كل يعني القنوات اليوتيوب وكل حاجه متاحه ان انت تقدري وانت مكانك تقدري تتعلمي كويس قوي، وتستثمري الموهبه اللي عندك وتقدري بيها تزودي دخلك. يعني لو حد مثلا بيحب التفصيل، فن التفصيل، يا سلام يا سلام، يعني عندها موهبه تقدر تعمل تفصل دريس، تعمل شميز، تعمل بنطلون يعني، وتنمي بقى الموهبه بتاعتها، تعمل لها بقى صفحه، تعمل لها جروب، وتبتدي بقى ايه تتعامل وتستثمر وتدخل بقى دخل. فارجوكم يعني كل حد فيكم يا حبايب قلبي عندها موهبه تستثمرها. بعرف بنانيت امارات 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 بيحبوا الميك اب ويحبوا يعملوا شعرهم وعندهم الهوايه دي، يعني هوايه ان هي تعمل ميك اب وفول ميك اب والشعر عندها الموهبه، نميها. وممكن يعني مع الوقت تبقى ميك اب ارتست. تعمل لو عندك اي مكان صغير في بيتك ممكن تستثمريه وتعملي فيه وتدخلي دخل، وتعملي جروب كده وتدخلي دخل ليكي، يبقى دخل زياده ليكي. في افكار كتيره يعني يا بنات، بس كل حد اكيد عنده حاجه جواه كده، موهبه، حاجه كده جواه يقدر يطلعها ويقدر يشتغل عليها، وبيها هيقدر يدخل دخل بيها. يعني يا ريت يا بنات ما تكسلوش. امهاتنا الحلوه برضو في افكار كتيره قوي قوي. يعني في امهات في يعني بيعملوا اكلات في البيت ويعملوا فطير، يعملوا يعني انا اعرف امهات من الريف شاطرين قوي قوي، شاطرين قوي قوي، بيعملوا حاجات في البيت وبيبيعوها وبيدخلوا دخل حلو. يعني يعملوا الجبنه، يعملوا فطير، يعملوا الزبده، بيستثمروا في الحاجات دي وبيجيبوا دخل لبيوتهم وشغالين وبسم الله ما شاء الله، يعني يقدروا يزودوا الدخل بتاعهم من الحاجات الجميله دي. فكل حد شايف نفسه في حته يشتغل عليها ويستثمرها. يعني يعني هقول لك على حاجه، بنوته مثلا انت متخرجه تمام، مش عارفه مش عارفه تشتغلي، مش عارفه تعملي ايه، خدي كورسات واشتغلي على نفسك. لو انت لاقيه نفسك في مهنه التدريس اي تقدري تدي فيها، خدي كورسات واشتغلي على نفسك. وممكن تعملي مجموعات تقويه يعني باجر رمزي. كل حد اكيد عنده حته كده يقدر يشتغل عليها.
وبيها يقدر يزود دخله. لكن فكره ان انا ايه، اصل يلا بقى نعمل فيديو للتوفير. طب ايه فيديو للتوفير يعني؟ جبت فراخ وقطعتها زي ما قلت لكم، بدل اجيبها 2 كيلو عشان يبقى فيها البركه اقطعها 8 قطع بدل ما اقطعها 4 قطع. ماشي كويس، بس ده احنا كنا بنعمله، ما ايه الجديد يعني؟ ايه الجديد؟ مثلا رحت السوق وفرت 2 جنيه جيت حطيتهم في الحصاله. طب ايه الجديد؟ طيب بلاش ده وده. انا كسرت يومين في الاسبوع، يلا بقى هنعمل اكله شعبيه. برضو ايه الجديد يا بنات؟ ايه الجديد؟ ما هو ده كله يعني الحاجه هي هتخليكي نفسك دماغك تشتغل. يعني انا يعني فكره ان انا ايه، هجيب الاثنين جنيه احطهم في الحصاله. النهارده وفرت 10 جنيه حطيتها في الحصاله. النهارده ما طبختش فخدت مصروف البيت والطبيخ اللي كنت هعمل بيه فهحطه في كل ده. ما احنا كنا بنشوف امهاتنا بتعمله واحنا طالعين على كده واجدادنا كانوا كده. يعني ايه الجديد؟ فكره يعني التوفير، وان انا احوش من مصروف البيت، وكل حد طبعا حسب امكانياته، دي مش جديده. الجديد بقى عايزين كل حد كده عنده موهبه ينميها، يطلعها ويشتغل عليها ويستثمرها ويدخل بيها دخل ليه، ويدخل بيها دخل ليه. يا ريت بعد بقى الفيديو ده اللي هو طالع من القلب ونفسي يخش القلب، كل حد يفكر كده مع نفسه ويقعد مع نفسه بعد الفيديو ده يشوف ايه الموهبة اللي عنده ويقدر ينميها ازاي ويقدر يعمل ايه. صدقوني هتلاقوا مش موهبة واحدة، هتلاقوا مواهب. وتشجعي، متخليش حاجة تحبطك، ما تخافيش، جربي جربي. صدقيني لو جربتي احسن ما تبقي قاعدة كده ما بتعمليش اي حاجة. يعني المواهب كتيرة اكيد عندكم. طلعوا بقى الحته الدفينه دي، يعني الحاجه لو في حاجه كده يعني انتوا يعني ركنتوها على الرف وهي موهبه عندكم، لا طلعوها ونموها واشتغلوا عليها واستثمروا فيها. فانا شايفه ده هو يعني الحل او الكلام المفيد. لكن فكره ان انا ايه، اطلع بفيديو اجيب لكم حصاله يعني واقول لكم يلا بقى عشان النهارده هنحوش الجنيه والحصاله دي للقروش والحصاله دي للجنيهات والحصاله دي، ايه ده؟ ايه ده بجد؟ ما هو ده احنا بنعمله، مش جديد، مش جديد يا بنات. بقول لكم احنا بنعمله من واحنا اطفال في ابتدائي. كنا بنعمل الجمعيه ام جنيه. امهاتنا كانت في البيت كانوا بيشجعونا يجيبوا كل حد من الاولاد حصاله ونعمل مسابقه، وكل اخر شهر بنفتح الحصاله عشان نشوف فيها ايه. امهاتنا شاطرين جدا جدا من قديم الازل، بيعرفوا يوفروا، يعني بيعرفوا يوفروا ويستثمروا ويعمروا بيوتهم. مفيش جديد. بس احنا بقى مع يعني الحياة اللي احنا فيها طبعا انتوا شايفين المطالب بتاعت الحياة بقت كتيرة وظروف الحياة اللي احنا فيها. لا، موضوع التوفير ما هو موجود عادي بقى، مفيش جديد زي ما اتفقنا. احنا عايزين ايه الجديد؟ ان اي حد عنده موهبة ينميها. ولو حتى ما عندكيش موهبة فكري، انا ايه ممكن انفع فيه، ممكن ايه استثمر يعني. طب ما انا ممكن ايه اروح اجيب شوية ملابس كده واستثمر فيهم مثلا، يعني واجرب. لو انت حابة التجارة يعني انك تتاجري في حاجة وماله. تربية طيور زي ما قلنا لأمهاتنا الجمالات اللي هم قاعدين في البيت يعني اللي هي ممكن يعني مش هتعرف تفصل، مش هتعرف تعمل تيركو، مش هتعرف. طب شوية طيور استثمار حاجة عسل. أمهاتنا اللي بتعمل الفطير والجبنة حاجة عسل خالص، يعني حاجات جميلة وبيبيعوها وبيبقوا عاملين صفحات وجروبات وبسم الله ما شاء الله. بنوته حلوه كده زي ما انا قلت لكم، عندها موهبه ان هي تعرف تعمل ميك اب وشعر
يا سلام، نمي موهبتك. وفي كورسات للحاجات دي وبياخدوها وتدريبات، والنت ما خلاش يا جماعه، اليوتيوب والنت ما خلاش. افتحي واتفرجي وخدي اتعلمي شويه شويه، هتبقى ايه، ميك اب ارتست مشهوره. حاجات كتيره خالص يا بنات، حاجات كتيره. زي ما انا قلت لكم، التريكو، الكروشيه، الاكسسوارات اللي هي بتتعمل بالخرز دي تحفه تحفه تحفه، يعني جميله قوي قوي برضو الاستثمار فيها، وخاماتها بتبقى بسيطه، وبرضو مبيعاتها بتبقى جميله وتحت الايد، اي حد يقدر يعني يشتريها. فانا شايفه ده زياده الدخل هو الحل. موضوع التوفير كلنا بلا استثناء بنوفر، لان كلنا بنبقى محتاجين ونفسنا في حاجات بعيده بقى عن الاكل والشرب والحاجات الاساسيه. زي ما انا قلت لكم كده، بيبقى نفسنا احنا حاجات خاصه بينا، اللي نفسها تجيب يعني بلوزه حلوه كده، دريس حلو، شميز كويس جديد تخرج بيه، فسحه عايزه تتفسحها، ميك اب عايزه تجيبه، امهاتنا عايزه ازود حلق، عايزه ازود خاتم، عايزه اجيب غويشه. يعني احنا طلعنا لقينا امهاتنا شاطرين اصلا، ويقدروا يوفروا ويشتروا ويجيبوا ويوفروا برضو في البيت، في الاكل وفي الشرب، وماشيين حياتهم. يا ريت بقى كلامي ده اللي هو طالع من القلب يبقى دخل قلبكم. وقبل بقى ما اقول لكم باي باي، يا ريت تفكروا في اللي انا قلت لكم عليه، واكيد كل حد فيكم هيلاقي حاجه جواه كده بتحركه، وما تخلوش اي حاجه تحبطكم. وقبل بقى ما اقول لكم باي باي، انت هتسيبيني كده وخلاص؟ يلا بقى يا ست البنات ويا ست الكل، اللايك على قناتي مفيش اسهل من كده، والشير والكومنت اللي بيفرحني، وعلى صفحتي مفيش اسهل من كده مع ماري داوود، الشير واللايك والكومنت اللي بيفرحني. واقول لك ايه، باي باي.